صاحبي توقعت ولا في يا صاحبي. طب في مين؟ واحد الله يا عم، اسالك سؤال واخد بعضي وامشي. انت عاوز حاجه؟ عاوز حاجه ايه يا عم؟ بقول لك اسالك سؤال واخد بعضي وامشي. توقعتك ايه الماتش القمه النهارده؟ ماتش القمه؟ طب خلي حد كده يجي على القمه وانا واقف، وانا اسويلك وشه بالاسفلت بفضل الله، خليه يوطى الموسى على الارض. يا عم استهدى بالله، ماتش القمه ماتش الاهلي والزمالك. اهلي وزمالك؟ انت في إيه يا شكلك صاحبي؟ فاضي يلا. في يا صاحبي واحد الله. في يابا واحد الله خلاص بتبعد ليه؟ التليفونات لحست مخكوا، داير وراه بالمخروب ده ليه؟ واحد الله يا حاج، بس هاخد من وقتك 5 دقايق بس اسالك كام سؤال. واللي وراه الديوان اسال. توقعاتك ايه يا حاج الماتش الاهلي والزمالك؟ ايه ده؟ ايه يا حاج القرف ده يا حاج؟ في حد بالله عليك يبقى واقف بيتكلم مع حد ويعمل هو كده؟ الاهلي والزمالك هيلعبوا النهارده؟ يابا انت ايه مش عايش معانا ولا ايه؟ على قولك احنا كلنا مش عايشين. العيشة اللي احنا عايشينها دي عيشة هم اللي عايشين، اللي بينططوا الملايين كده على وش رجلهم. لا حول ولا قوة الا بالله. احكي لي يا حاج مالك بس في ايه؟ خلاص بقى في إيه يا حاج؟ خلاص. واحد الله يابا، خلاص هاخد بعضي وامشي. خلاص يابا. صاحبي باذنك بس اتفضل. توقعاتك ايه ماتش القمه النهارده الاهلي والزمالك؟ بص سيادتك، انا عندي وجهة نظر بعيدة قوي. هتقول لي الاهلي مستواه واقع، اقول لك لا، استحالة لعيبة الاهلي تفرط في انها يكون عندها فرصة ان هي تعكنن على لعيبة الزمالك حتى لو هياخدوا البطولة. فمن واقع تحليلاتي ماتش 50-50. حلو قوي الكلام ده. شكرا. بالعافيه يابا، شكرا. صاحبي حبيبي يا قلب اخوك. توقعاتك الماتش القمه النهارده الاهلي والزمالك؟ والله صاحبي انا متوقع ان هو هيبقى ماتش هيبقى موت، بس انا عايز اقول للشباب بلاش ننكشوا بعضينا. الفرقه اللي تلعب لعيبتها رجاله وتكسب الف مبروك، اللي خسروا خلاص يا جدعان كل واحد يروح بيته. بس في ماتش تاني بقى اهم. حلو قوي الكلام ده. ايه بقى الماتش التاني؟ ماتشك انت وشطانك. ليه بقى؟ لان المغرب هيقدم ساعه بدايه الماتش، تمام؟ هنصلي المغرب ونيجي نتفرجوا على الماتش، نروقوا على نفسينا الساعتين، نفسوا دماغنا في الشوط التاني هتكون قدمت صلاه العشاء. فانا عايز اقول لكل شاب كويس، شبه ما انت هتحافظ ان انت تتفرج على الماتش وتبقى من اول الناس اللي تحضر الماتش، اوعى تضيع الصلاه. ده ماتش القمه اللي بينك انت وشطانك. الف شكر يا صاحبي. فاهم حاجه ربنا انت؟ يرضيك.